فيلمنا بيبتدي بصانع محتوى على اليوتيوب اسمه سباستيان، وبيحكي في الفيديو عن مبنى في مدينة ميونخ في ألمانيا بتاع صانع أقفال محترف اسمه هانز، واللي كان راجل متخصص حياته كلها شغل لحد ما ماتت مراته وابنه. وابتدى هانز في شغله على أعظم تحفة فنية ليه. صنع 4 خزنات، وبتقول الأسطورة لو في حد حاول يفتح أي خزنة من 4 بالقوة كل اللي في الخزنة بيتحرق. وصنع خزنة إضافية وحبس فيها نفسه، والناس حاولوا يخرجوه من القبر اللي صنعه هانز لنفسه، ولكن الخزنة بتكون مستحيلة الفتح، والمادة اللي تكون مصنوعة منها بتكون غير قابلة للاختراق. وبتكون الخزنة هي تابوت هانز، والناس رمت الخزنة في البحر بعد موت هانز جواها. ويتبقى 3 من ال4 خزنات اللي صنعهم هانز، اسمها راين جولد وفالكري وسيكفريد. شعب انه بيعاد ترميمهم، بس محدش عارف هما مكانهم فين. وبالنسبة للخزنة الرابعة جوتر دامرونج، محدش يعرف اي حاجة عنها. ينهي سباستيان الفيديو بيطلب من المشاهدين يعملوا سبسكرايب ويسيبوا لايك على الفيديو. ولما يترفع الفيديو على اليوتيوب بيفتح سباستيان لخزنة على الترابيزة في 8 ثواني، وبيبقى فخور جدا بموهبته، وبيكون ما عندوش اي متابع ولا مشاهدين على قناته زي حالاتي كده. وبيرجع لحياته المملة، وبيروح يجيب قهوة، وبيروح البنك اللي شغال فيه، وبيستعد للعمل، وبيبقى يوم الروتيني عبارة عن عملاء بيزعقوله. ولما سباستيان بيحاول انه يشتت انتباهه عن العميلة اللي بتزعق له، بيتفرج على التلفزيون. عبال ما العميلة خلص زعيقه بيديها الشيك بتاعها وبيخليها تمشي. وفترة الاستراحة بيفتح قناته على اليوتيوب، بيتفاجئ لما يشوف أول مشاهدة وتعليق ليه، وبيبقى متحمس جدا. بيبقى مكتوب في التعليق إن سباستيان يروح لعنوان معين عايز يختبر مهاراته. بيروح سباستيان للعنوان بالليل، وبيقول للحارس كلمة السر اللي كانت في التعليق، وبيدخله مكانه. بيكون آخر متسابق في مسابقة لفتح الخزن، وبيبقى مش فاهم حاجة، وبيسأل المتسابقين ايه اللي بيجرى، ومحدش بيرد عليه منهم. وبتقول لهم المحكمة انهم يبتدوا، وبتدي كل المسابقين في فتح الخزنة اللي قدامه. وبتفكرهم المحكمة ان 4 بس متسابقين هيتأهلوا المرحلة الجاية. وبيفتح سباستيان الخزنة بكل سهولة، وبيكون في المركز الرابع، وبيتأهل لمرحلة نصف النهائي، وبيتراهن المتفرجين على الكسبان. وبيبدأ المتسابقين في فتح الخزن، وبيعرف واحد منهم اسم ليون ان يفتح الخزنة الأول، وبيكون سباستيان في المركز الثاني. وفي النهاية بيكون قدامهم 3 دقايق عشان يفتحوا باب مصفح، وبيكون ليو واثق في قدراته. وبتقول لهم المحكمة يبتدوا، وبيتحرك ليو بسرعة، لكن سباستيان بياخد وقته وما بيتحركش، وبيتفرج على ليو وبيحط ايده على الباب كأنه بيحس بالتروس. وبيتكلم سباستيان مع ليو، وبيبقى فاضل على الوقت دقيقة، وفي آخر 30 ثانية بيعرف سباستيان يفتح القفل في آخر ثانية بكل سهولة، وبيحس ليو بالإهانة. بيحاول يضرب سباستيان، لكن الحارس بيمنعه. بيسقف الناس لسباستيان، اللي بيلاحظ بنت جميلة وسط الجمهور اسمها جندولين، واللي بتغير حياته. وهيعرف سباستيان حاجات عنها كتير، انها سرقت اول ساعة غالية ليها وهي عندها 6 سنين، وانها اتخانت وهي عندها 16 سنة، وسرقت اول عربية ليها وهي عندها 17 سنة، ولفتت انتباه الانتربول ليها. ولكن في اللحظة اللي بيشوفها في المسابقة ما بيكونش عارف عنها حاجة. ولما بيروح سباستيان بيته بيحط الجايزة جنب صورة عيلته، بيبقى فخور ان جات له الفرصة يوري الناس مواهبه. وبيروح سباستيان يجيب قهوة تاني يوم، بيتفاجئ بجندولين وبتاع القهوة عليه، وبتقوله انها صاحبة اول مشاهدة وتعليق على قناته. وبيسألها هي مين، وبتقوله انها البنت اللي هتغير حياته. وبتقوله انها كانت مراقباه، وانه كان عايش لوحده. وبتقوله انها في الكافيه بقالها بس 7 دقايق، وعرفت انها تسرق خاتم واحدة وساعة حد، ومسدس الراجل اللي قاعد في الركن لوحده. وبتعترف له انها سرقت مجوهرات دولية، وعايزة سباستيان يشتغل معاها. وبتقول له ان مفيش حد يعرف معلومات عن هانز، وعشان كده هي محتاجاه معاها. وبسبب المشاكل السياسية في أمريكا خلال ال96 ساعة الجاية هتنتقل الخزنة لمدينة جنوة، ودي هتكون فرصة عشان يحل عقدة الأقفال ال3 للخزن اللي صنعهم هانز. وبتديله عنوان في حالة لو هو وافق يشتغل معاها. سباستيان عايش حياته مملة وهو في البيت بيتفرج على الأخبار عن وضع أمريكا الحالي، فبيقرر أخيرا إنه يقبل العرض، وبيروح للعنوان، وبتستقبله جندولين. وبيقابل كولينا المسؤولة عن التقنيات وخبيرة في مجال الاختراق. وبيتعرف على رالف اللي مفيش حد أسرع منه في السواقة، حتى ممثل كولاس كيدج مش هيعرف يسبقه. وآخر واحد في الفريق هو براد كيدج، اتفرج على كل أفلام نيكولاس كيدج وهو صغير وتعلم منه الإجرام. وبتشرح كولينا لسباستيان الخطة، بتقوله إن خزنة راين جولد في فرنسا في مدينة باريس، وفيها 413 مليون من مكونات القفل. وبتكون خزنة فالكري في مدينة براغ في التشيك، وفيها 235 مليار من مكونات القفل. وخزنة سيجفريد في مدينة سانت مورتيس في سويسرا، وفيها 72 تريليون من مكونات القفل. بتقول إشاعات إن فيها 100 مليون دولار. وبيكون ال3 خزن صاحبهم من آسيا واسمه تاناكا، وبيكون الفريق ما عندوش وقت يضيعه، فبيسافروا لباريس فورا. وفي طريقهم للبنك بيخاف سباستيان وبيصاب بالقلق، لكنهم بيكملوا خطته. وبيدخل سباستيان البنك، وبيدخل الحمامات، وبتمشي وراهم جندولين، وبتسرق مفاتيح من حارس الأمن.
بتطلب من الموظفة إنها توصلها صندوق إيداع باسم مزيف، وبتدخل كولينا وبتساعدها اللي واقفة على الكاشير لأنها الوحيدة اللي بتتكلم إنجليزي. وبتدخل جندولين حمامات الرجال وبتاخد سباستيان وبيروحوا لخزنة راين جولد. وقبل ما سباستيان بيبدأ شغله بيضيع وقت طويل وهو بيحكي قصة الخزنة، لكنها بتكون غير مهتمة وبتبقى عايزاه يفتح الخزنة بسرعة. لكنه بيفضل يكمل قصته وبيحكي ازاي تم استخلاص الذهب اللي تم صنع الخزنة منه، وبيقول على الخزنة انها حبيبته. وبيشغل سباستيان اغنية الفنان اسمه راين جولد على اسم الخزنة، وبيبدأ في فتحها وبيحس بطقطقة التروس في مكونات القفل، وكل ترس بياخد مكانه محدد. وبيعرف سباستيان يفتحها بسهولة وبيفرح هو وجندولين، وبيفرحوا بنجاحهم. بتقوله ان اللي بيعملوه ده مش عشان الفلوس لكن عشان اسمهم بيبقى مخلد في التاريخ ويبقوا اساطير. وبيخرج سباستيان وبتخرج جندولين ومعاهم الفلوس وبيخلصوا اول عملية سرقة ليهم. بيبقى في عميل في الانتربول اسمه ديلا كرو، وبيعرف عن سرقة الفريق لفرنسا. وبتسأله بيتريكس زميلته هو ليه الموضوع همه جدا، والأولوية حاليا بتكون لحل مشاكل أمريكا. بيوريهم ديلا كرو أفراد الفريق اللي كاميرا المراقبة لقطتهم، وبيتعرف الانتربول على هويتهم. وبيعرف انهم ناويين يسرقوا الخزنتين التانيين، ودي فرصة الانتربول ان يقبض عليهم. قفل الفريق في مقرهم بنجاحهم، وبيتصاحب سباستيان على رف ومجرد انه اداله كام سندوتش. وبتتكلم كولينا مع سباستيان اللي بتبقى معجبة بيه، لكن عين سباستيان بتبقى على جندولين اللي عجباه. وبتقول كولينا ان جندولين في علاقة مع براد لكن في مشاكل بينهم حاليا. وبيروح سباستيان لجندولين الأوضة، بتشرح له لقب براد، وانه سمى نفسه براد كيدج من شدة اعجابه ممثل نيكولاس كيدج. لكن براد شخص نرجسي وبيحب يشتغل لوحده دايما. كلا سباستيان عن نفسه وطفولته وبيتعرفوا على بعض اكتر لساعات، وبتفضل جندولين تتكلم وبيفضل سباستيان ساكت يتأمل في وشها. وبيكون براد متعصب من حبيبته اللي مشغولة مع سباستيان، وبتطلب جندولين من سباستيان انه يقعد جنبها. وبتقوله انها بعد ما يخلصوا مهمتهم هتسافر لامريكا لمدينة نيفادا عشان الاشاعات بتقول الخزنة الرابعة جوتر دامرونج موجودة هناك. وفي تاني يوم بيسافر الفريق لمدينة براغ، وبيبقى ديلا كرو مستنيهم هناك. وبيفضل براد يتصرف مع سباستيان بعنف، وبيوصلوا لوجهتهم في البنك. وبيبقى سباستيان خايف لكنه بيبقى واثق انه يقدر يفتح الخزنة. وبيمثل سباستيان انه محاسب، ويدخل الفريق جوه البنك. كونينا انها تخترق نظام الامن في البنك، وبتخلي سباستيان يعدي من الامن وبتوجهه خلال الطرقات لحد ما بتضطر انها تقطع الاتصال. بيبقى سباستيان في يعمل ايه من غير توجيهات عشان يوصل للخزنة، فبيدخل لأوضة ممنوع الدخول ليها. وبيلاحظ الحراس في كاميرا المراقبة انه بيختفي. ينزل في الاسانسير مع جندلين وبينزلوا الأوضة خزنة فالكري. ولما بيفتح باب الاسانسير بيبقى يقابلهم اتنين من الحراس، وبتطلع ان جندولين محترف في الفنون القتالية. تضرب الحراس لحد ما بيفقدوا الوعي. وبيبتدي سباستيان شغله على الخزنة، وبيفضل يحكي قصة الخزنة والأسطورة اللي وراها. وبيكون الانتربول مش عارف يقبض على الفريق، وبيثق ديلا كرو في حدسه وبيقول ان الفريق جوه البنك وبيتحرك وراهم. ولما بيحس الحراس ان في حد مخترق لنظام الحماية فبيقفلوا كل الابواب. وبتعرف كلنا ان الحراس بيحاولوا يقبضوا على الفريق، وبيبدأ الفريق في تنفيذ الخطة البديلة. وبيدخل انتربول البنك لكنه بيطلع البنك الغلط. وبعد ما يتم نقل الخزنة البنك نظام الحماية فيه أفضل. وبيلبس براد قناع وبيضرب الحراس بأسهم مخدرة وبيخليهم يفقدوا الوعي. وبيضرب باقي الحراس. وبتكون الخطة البديلة عبارة عن سطو مسلح للبنك. ويبدأ سباستيان أخيرا فتح الخزنة ومحاولته بتفشل. المقبض بتاع الخزنة بيدخل لجوه بيطلع مكانه مقبض تاني. ولو سباستيان فشل تاني في فتح الخزنة بتفضل مقفولة للأبد. وبيكون سباستيان قلقان إن كأنه بيعرف يوصل التقدم. بيخرج المقبض التاني وبيخرج مقبض تالت، وبيعرف سباستيان بمهارته إنه يفتح الخزنة. وبيفرح هو الجندولين لما بيشوفوا الفلوس اللي فيها. وبتصل كولينا عليهم بتقول لهم ان الوضع الحالي ان مفيش قدامهم وقت كافي. وبيشيل سباستيان وجندولين الشنط المليانه فلوس وبيخرجوا. وبيجي براد يخرج لكنه بيتفاجئ بواحد من الحراس ليه شنطه الفلوس، وبينط من على سور السلم وبيتخانق مع حارس تاني. وبينط من الشباك لكنه بيتصاب برصاصه. وبيعرف جندولين وسباستيان انه يخرجوا بسلاسه بسبب الالهاء اللي عمله براد. بتبتدأ عربية الفريق تتحرك. بيجري اتنين ورا العربية وبيحاولوا ينطوا فيها وهي بتتحرك، وبيساعد براد جندولين. ولكن لما سباستيان بياخد بإيد براد بيرميه براد على الأرض. وبيبقى كل أعداء الفريق ما عدا براد زعلانين على سباستيان. وبتطرد الشرطة سباستيان وبيسرق عجلة من مواطن وبيعرف يهرب من الشرطة. بينط على قطر وهو بيتحرك. وبتقول كولينا للفريق إن سباستيان لسه ما اتقبضش عليه، أو على الأقل الشرطة لسه ما أعلنتش إن هو اتقبض عليه. وبتطلع خطة الفريق طول الوقت إنهم يتخلصوا من سباستيان بعد العملية التالتة والأخيرة. لكن جندولين بتبقى متضايقة من براد طول الوقت بسببه مع سباستيان. حتى رالف بيقولوا إن كان بيحب وجود سباستيان معاهم. وبتبقى جندولين مش عارفة إزاي الفريق هيفتح خزنة سيكفريد.
وبيقول لها براد ان معاهم فلوس كتير ومش مطلوب ينفذوا المهمة الأخيرة، وبتقول جندولين الهدف مش الفلوس. وبييأس براد محاولات إرضاء جندولين وبيخليها تفضل معاه في الفريق، وبيقول لها أنا بيحبها ما بقتش بتحبه. بيتعصب وبيحدفها من العربية. بتتخلى كولينا هي كمان على الفريق وبتنضم لجندولين، وبتسألها هيفتحوا ازاي الخزنة الجاية. وبيقدر سباستيان انه يوصل لبيته، وبتبقى جندولين وكولينا مستنيينه. مبيبقاش واخد باله منهم بيتكلموا مع بعض ان ازاي يتكلموا معاه، فبتصرخ كولينا وبتخلي سباستيان يتخض ويدلق مشروب على نفسه. بتعتذر له جندولين على اللي حصل، وبتقول له سباستيان ان مش مهم ان هو يسامحها، المهم في النهاية الفريق هيمشي ومش هيدوله حصته وهيرجع لحياته المملة. وبتتكلم معاه جندولين وبتقوله ان الوحيد القادر على فتح الخزنة ويصنع التاريخ باسمه هو. ويقعد سباستيان معاهم بيسألهم ايه الخطة، وبيقرر انه يساعدهم. وديلا كروب في نفس الوقت بيعمل بحث على اليوتيوب، بيدور على هانز وبيلاقي فيديو لسباستيان وهو بيتكلم عن الخزن، وبيحطه في دماغه على قوائم الانتربول. بيحلم سباستيان بالكابوس ان الزومبي بيهجموا عليه وهو بيفتح خزنة، وبيقوم مفزوع من النوم. وبيكون في طريقه مع البنتين لمدينة سانت مورتيز، وبيكون كل قوات الانتربول في مراقبة كل متر في الكازينو اللي هتتنقل ليه خزنة سيكفريد، وهتوصل الخزنة الكازينو خلال ساعتين. وبيسمع انتربول رسالة من الفريق وبيقولوا فيها ان هيهاجموا على الكازينو الساعة 5 الفجر. وبيستنى الانتربول لحد ما الساعة 5 بتيجي وبيدخلوا الكازينو. بتقول لهم مديرة الكازينو انهم عارفين خطورة الموقف وانهم اخدوا احتياطاتهم. بيسألها ديلا كرو مين اللي قال لهم، فبتقول له ان مديرة من الانتربول هي اللي عرفتهم وانهم اخدوا الخزنة من نص ساعة. فبيتصدم ديلا كرو ان اتلعب بيه، وانه من 8 ساعات فاتوا كولينا اتصلت على مديرة الكازينو وقالت لها ان سطو هيتم على الكازينو. فالمديرة غيرت ميعاد نقل الخزنة، وجندولين عرفت انها تستخبى في عربية بتاعت امن، وضربت الحارسين اللي في العربية ورمتهم في الطريق. قالوا الانتربول انهم يسمعوا الرسالة، وعرفوا انهم ياخدوا الخزنة من الكازينو عن طريق رفع الخزنة برفع عملاقة على عربية نقل. جندولين وسباستيان كانوا متنكرين في زي حراس امن، وبيشغل سباستيان موسيقى وهو في الطريق قدام الخزنة، وبيحكي قصة الخزنة لجندولين وهو بيتكلم مع الخزنة في نفس الوقت. وبيمشي الانتربول من الكازينو، وبيكون براد متعصب ان الفريق خانه، وبيعرف موقع جندولين عن طريق موبايلها. وبتلاحظ كولينا ده وبتحاول انها تمنع براد ورادف، لكن الشرطة بتقبض على كولينا وبتعرف انها تبعت اخر رسالة ليها لباقي افراد الفريق، وبتوعدها تاخد بالها من اخوها الصغير لو اعترفت باي معلومة عن الفريق. فبتضطر كولينا انها تقول لها عن مكان الفريق اللي رايح له. بيكون سباستيان شغال على المقبض السادس من السبع مقابض بتوع الخزنة، ولما بيسمع صوت الطقطقة بيفتح الباب. بسبب المنعطفات اللي العربية بتاخدها بيخبط سباستيان في الخزنة، وبتحصل صدفة وبتتحرك التروس في مواضعها، وبتفتح الخزنة أخيرا. وبيكون براد والانتربول وراه، وبيفتح سباستيان وجندولين الخزنة وبيملوا الشنط اللي معاهم من الفلوس اللي في الخزنة. ولما بيخرجوا من العربية بيلاقوا براد مستنيهم. بيحاول براد انه يضرب نار على سباستيان، لكن بتطلع ان جندولين بوظت سلاح براد، وبتخانق جندولين مع براد. وبيكون سباستيان متعصب جدا وبيضرب براد، وبتربط جندولين براد في العربية وبتهرب مع سباستيان. وبيقبض الانتربول على براد ورالف، وبتبقى جندولين فرحانة عشان سباستيان قدر يدافع عنها، وبيقول لها انه معجب بيها جدا. وبتقول له جندولين كمان انها معجبة بيه، مع انه ده مش وقته. بس بيوصل الاتنين للمينا اللي فيه المركب اللي هيهربوا بيه، لكن ديلا كرو بيعرف انهم يوصلوا، وبيوجه مسدسه اتجاه جندولين اللي بتوجه هي كمان السلاح ناحيته، وبتعرض عليه انه يقبض عليها مقابل انه يسيب سباستيان. فبيوافق ديلا كرو، ولكن سباستيان بيرفض، وبتقول لجندولين انها هتوصل له وهيفتحوا الخزنة الرابعة مع بعض في يوم من الايام. وبتزعق له وبتخليه يركب المركب ويهرب. ولما بيشوف سباستيان جواز سفره بالاسم المزيف ومعاه تذكرة السفر لأمريكا بيتكسر قلبه، لأنها الوحيدة في العالم اللي كانت عايزاه يكون معاها. وبيأمل سباستيان إن هيقابلها في يوم من الأيام ويحلوا لغز الخزنة الرابعة مع بعض. وفي يوم من الأيام في كاليفورنيا في أمريكا، واحد وواحدة بيدخلوا محل بتاع صنع أقفال، وبيلاقوا سباستيان وبيوروا له مخطط لخزنة جوتر دامرون، وبيسألوه لو بيعرف يفتحها. وبيبتسم سباستيان وهو بيشاور براسه إنه موافق، وبيبقى عارف إنه هيقابل جندولين تاني.